طيب انا حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم النهارده، خصوصا للرجال اللي هم من فوق سن 35 وانت طالع لغايه سن 45 50. نصيحه بس لوجه الله، وانا دي ما عرفتهاش غير لسه السنه اللي فاتت. لازم تعمل تحاليل دوريه على الاقل مره في السنه، مش هقولك كل 6 شهور وكل 3 شهور، على الاقل تعمل مره في السنه. تحاليل مهمه جدا، هو تحليل السكر وتحليل الدهون، اللي هو بنسميه ليبيد بروفايل. لو هتروح لاي معمل تحاليل اسمه ليبيد بروفايل، بس صوره للدهون. ليه مهمين قوي التحليلين دول؟ محدش بيتكلم عليها ومحدش بيقال لنا عليها من بدري. يعني انا شخصيا عندي 39 سنه، محدش خالص عمره كلمني عليها، الا وهي الامراض اللي هي بيسموها السايلنت كيلرز، او اللي هي بتموت في هدوء من غير ما حد ما بيحس بيها. ليه مسميينها كده؟ مسميينها كده عشان خاطر انت فعلا ما بتحسش بيها باي اعراض، هي بتيجي فجاه وللاسف مميته. هي مميته بجد، اللي هي زي ايه؟ زي الجلطات، زي جلطات القلب والازمات القلبيه، وحاجات ليها علاقه مثلا بتلف في البنكرياس او تلف في الكبد، او ساعات برضه جلطات في المخ في الرجلين. انا مش بخوفكم، بس الامراض دي دايما بتيجي للناس اللي فوق ال 30 سنه لغايه سن ال 50 سنه، او يعني في المتوسط من 35 ل 45. طيب اسبابها ايه؟ لسه لغايه دلوقتي الناس مش عارفه، بس السبب الاساسي اللي بيبقى الجسم بيبقى وصل فيه لمرحله البيك، ويبتدي يحصل بعد كده ايه؟ نزول تدريجي في الفانكشننج او في اداء الجسم. ليه؟ احنا بنبقى متعودين على طريقه نمط حياه معين غير صحي طول حياتنا، اللي هو من سن الشباب او من سن 15 سنه لغايه ما بنشتغل. بناكل اكل كتير من بره من الشارع، بناكل اكل كتير من الكشك، كلها حاجات مش مفيده مش عايز اطول عليكم. انا اكتشفت الموضوع ده، كنت مطلوب مني في مصوغات التعيين بتاعتي في شركه من الشركات اللي انا كنت بتعين فيها من حوالي سنه ونص، ان انا اعمل شويه تحاليل. واكتشفت ساعتها بالصدفه ان انا تحاليل السكر بتاعتي عاليه جدا، كان السكر العشوائي. فطلبوا مني، قالوا لي هتروح تعمل تحليل تاني اسمه السكر التراكمي، اللي هو بيقيس 3 شهور فاتوا سكرك متوسطه فيه قد ايه، واعمل كمان اختبار دهون. عملت الاختبارين دول او التحليلين دول، اللي هو الليبيد بروفايل اللي هو صوره الدهون، والسكر التراكمي. واكتشفت المصيبه، اكتشفت ان انا على اعتاب السكر النوع الثاني. السكر او قياس السكر التراكمي بيبقى فيه 3 فئات. في عندك الفئه اللي هي فوق ال 6.4، ده كده سكر. وعندك من ال 5.2 او 5.3 لغايه ال 6.4، ده بنسميه بري دايابيتك، يعني على مشارف السكر. وعندك اللي تحت طبعا الخمسه، ده ال 5.2، ده النورمال رينج. اكتشفت ان انا 6.2، يعني خلاص فاضل لي زقه وابقى سكر. دهون هم بيقيسوا 3 انواع دهون، حاجه اسمها اتش دي ال، حاجه اسمها ال دي ال، وحاجه اسمها ترايجليسرايدز. سريعا، الترايجليسرايدز اللي هي الدهون الثلاثيه، الاتش دي ال اللي هي الدهون عاليه الكثافه الهاي دنسيتي ليبيدز، وبعد كده عندك ال دي ال اللي هو اللو دنسيتي ليبيدز. طيب ايه اللي بيحصل، او ايه اللي حصل برضو في نتيجه التحليل؟ ان لقيت ال دي ال اللي هو كثافته قليله اللو دنسيتي عالي جدا، ده اللي بيترسب في الايه، في الاوعيه الدمويه وفي القلب وفي كل حته. والاتش دي ال اللي هو الدهون المفيده اللي هي الهاي دنسيتي، اللي هي بتخش تكنس وتشطف الاوعيه الدمويه، بتنزل كده تفلش وتنظف الاوعيه الدمويه، وبتاخد معاها ال دي ال، لقيتها واطيه جدا. ولقيت الدهون الثلاثيه اللي هي بتعمل مشاكل برضو في الكبد وفي البنكرياس عاليه جدا. فانا طبعا ما بفهمش، انا مش دكتور، انا مهندس. فرحت الدكتور اوعيه دمويه وقلب، فسالني شويه اسئله، فقال لي انت كل حاجه بتعملها غلط، انت ما بتلعبش رياضه، انت بتشرب سجاير، واكلك كله غلط في غلط. قلت له طب انا مش تخين، انا وزني تقريبا 84 85 كيلو، يعني عادي، عمري ما كنت تخين، يعني عمري ما كنت اوبيس زي ما بيقولوا. وهي دي المشكله، ان انت ما بيبانش عليك، عشان كده هم بيسموها سايلنت. انت مش حاسس بحاجه، انت عمال تلغ في الكنافه والبسبوسه والتورته والشوكولاته والبسكوت، وجسمك بيبوظ وانت مش دريان، ومش باين عليك. ليه؟ عشان انت ما بتاكلش اصلا. يعني هو ده عملت رمرم في كلام كله ملوش لازمه. الحاجات اللي انا ما كنتش اعرفها ان مش كل الدهون وحشه، زي ما قلت لكم. في عندك الاتش دي ال، ده دي دهون كويسه لازم تبقى عاليه، ودي موجوده في ايه؟ دي موجوده في منتجات الاكل الطبيعي اللي ما فيهوش زيوت مهدرجه، اللي هي زيوت النخيل، اللي هي تقريبا احنا بناكلها كلها في حياتنا.
فالاكتشاف هنا حاول تاكل حاجات فيها دهون طبيعيه، زبده من الاخر بتاعت زمان بتاعت اهالينا اللي احنا كنا بنجيبها من البلد دي، اللي هي الجاموسي بشكل اساسي، وظهرت بعد كده البقري. اطبخ دايما بسمنه، سمنه بلدي او زبده، اوعى تطبخ بزيت، وخصوصا الزيوت اللي هي الخليط. خلاص، دي اول حاجه. فكل اكل حيواني طبيعي، ما هواش بروسيسد او ما هواش مصنع. خلاص، ده اللي بيكون فيه الاتش دي ال عالي. وبرده المكسرات بيبقى فيها طبعا السمك بجميع انواعه، بولتي، بوري، ماكاريل، سلمون، تونه، كل ده في حاجه اسمها اوميجا 3، وفي الدهون المفيده برضو للجسم اللي هي الاتش دي ال. طيب ال دي ال بقى ده سيء، ده اللي هو اللو دنسيتي، ده اللي بيقعد يترسب زي ما قلت لكم. ده موجود في ايه؟ كل حاجه تقريبا انت موجوده في الكشك فيها ال دي ال، كل حاجه موجوده في محلات الحلويات ال دي ال. ليه؟ عشان هم بيطبخوا بحاجه اسمها سمنه مهدرجه، مش من اسوأ ما يمكن. والايس كريم طبعا يعني يا ريت كان في منتجات طبيعيه. كل الحاجات دي منتجات كلها صناعيه وزيوت صناعيه بتخش تترسب في الاوعيه الدمويه. واخر حاجه الدهون الثلاثيه اللي هي الترايجليسرايدز، دي برضو مؤذيه جدا للبنكرياس بشكل خاص والكبد، دي بسبب السكريات بشكل خاص. ابعد عن السكر، ابعد عن الزيوت الغير طبيعيه، وارجع لايام زمان، الزبده والسمنه والطبيعي اللي هي ما فيهاش اي نوع من الاضافات الصناعيه. وابعد عن كل الحاجات المصنعه، وكل لحمه وكل فراخ وكل سمك مشوي سوتيه باي طريقه، بس ما يبقاش محمر. ابعد عن اي حاجه محمره، سواء كانت يعني البطاطس حاول تحطها في الفرن، او بطاطا في الفرن، لكن ما تعملهاش بزيت، ما تحمرهاش. اخر فطارك شويه، حاول فطارك يبقى بروتين ودهون، ما يبقاش في اي نوع من السكريات خالص. ما تشربش سكر في الايه او تاكل سكر على الصبح، خليها دايما في وسط اليوم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، اكلك ما فيهوش بروتين كفايه. يعني ايه بروتين؟ ماده عضويه مش موجوده غير في اللحوم الحيوانيه وفي بعض النباتات او في بعض المزروعات زي البقوليات وزي الحمص والفول وطبعا موجوده في منتجات الالبان، البيض واللبن والزبادي وكل ده. فكده اول حاجه، ما تاكلش سكر الصبح، لازم تاكل بروتين ودهون. قلل السكر عامه، والدكتور قالها لي برضو معلومه انا ما كنتش اعرفها، تاكل السكر وما تشربوش. بمعنى سرعه امتصاص الجسم للسكر وهو في صوره مشروب اسرع بكتير من امتصاص الجسم وهو في صوره اكل. فالدكاتره دايما يقول لك ايه؟ تاكل السكر وما تشربوش. فابعد بقى عن اللاتيه والاسبانيش لاتيه والفرابوتشينو والكابوتشينو وكل الكلام الفارغ ده، ابعدوا عنه. وطبعا ابعدوا طبعا عن كل الحاجات اللي هي الفيزي، اللي هي كوكاكولا والبيبسي والسيفن والكلام ده. عايز تشرب اشرب، حاول تشرب الدايت او اللي هو الزيرو، عشان هو فعليا ما فيهوش سكر، ليه اضرار تانية بس ما فيهوش اضرار السكر. وانا على فكره مش دكتور، انا بقول لكم من وجهه نظر، انا مجرب، انا جربت بنفسي، وهقول لكم اللي نفع معايا. ميزه البروتين ان هي بتشبع. البروتين عامه وخصوصا البروتين الحيواني بيقعد فتره اطول في بطنك وبياخد وقت اطول في الهضم، فبيعمل لك احساس بالشبع. فما بتلاقيش نفسك عمال تخش فاتح التلاجة وعمال ترمرم وجيب لك كيس شيبسي من هنا، على بسكوت من هنا، على كرواسون من هنا، او باتيه، على مش عارف ايه اللي بالجبنه من هنا. كل ده هتبطله طالما بتاكل بروتين، وخصوصا البروتين الحيواني على الاقل مره في اليوم، غالبا هتبقى كفايه. مع طبعا وجبه بيض او وجبه زبادي الصبح عشان برضو البروتينات، مع شويه خضار. كل ده بديهي، بس انا برضو بقوله لكم عشان لازم تبقوا عارفين. الحاجه الاخيره، المشي. لازم مشي كل يوم. احنا في السن اللي فوق ال 30 35 سنه انت مش مطالب انك تعمل اي مجهود عنيف، اللي احنا بنسميه انيروبيك، اللي هو طاقه كتير قوي في مده قصيره قوي، اللي هو زي الجيم وزي الهيت وكروس فيت والكلام ده. انت محتاج تعمل مجهود ايروبيك. المجهود الايروبيك يعني مشي اللي هو ميديم للو، يعني حاجه متوسطه لحاجه خفيفه، اللي هو زي المشي، او زي راكب عجله، او زي عوم
على خفيف. ده كله بيعمل ايه؟ ده بيحرق لك، ده بيشتغل على نظام تاني في الجسم اسمه الايروبيك. الايروبيك ده بيخش يحرق الدهون، وبيحرق خصوصا الدهون اللي على الكبد وعلى الاعضاء الداخليه. واحنا مش مطالبين ان احنا نعمل حاجه غير كده في سننا، خصوصا ان انت كمان مش عايز تحمل ولا على ركبك ولا على الجوينتس عامه او المفاصل بتاعتك. احنا دخلنا بيبقى في سن، ده سن خطر، انت بتنتقل من مرحله لمرحله، فلازم تاخد الموضوع على الهادي. والمشي يا جماعه بسيط جدا، انت مفيش اي حاجه تمنعك النهارده انك تمشي. لو ما عندكش نادي او عندكش جيم بتروحه، انزل اتمشى في الرحاب في مدينتي، محدش هيمنعك من الدخول. حتى لو بعاد عليك روح اتمشى مثلا في جاردن سيتي، الزمالك، ايا كان المكان اللي انت بتحبه، المعادي كلها شجر وخضره. كل ده حاول تعمله، وكلها حاجات بسيطه. ساعه في اليوم مشي بس كده، اللي هم ال 10 12 الف خطوه دول. 10 12 الف خطوه دول يعني بتتكلم في حوالي 6 7 كيلو بس كده. مش مطالب باي حاجه تانية، امشيهم بشكل متصل مش متقطعين. يعني حاول تعملهم بشكل متصل، عشان انت بتوصل ضربات القلب لدرجه معينه، فجسمك بيبتدي يحرق ويتعود على ضربات القلب دي. بس كده، هما الساعه. انزلهم بالليل متاخر، انزلهم الصبح بدري قبل ما تروح الشغل، اركب العجله وانت رايح الشغل. المهم تبعد عن الانشطه العنيفه، عشان دي ممكن تعمل مشاكل برضو. انا مش خبير ولا دكتور، بس انا بقول لك خلاصه اللي انا قريته واللي انا جربته، لا اكثر لا اقل. اخر حاجه عايز اقولها، التحليل ده ما هوش غالي قوي. انت لو عملته كل 6 شهور هيكلفك حوالي يا 500 يا 600 جنيه، وده بعد خصم ال 50% لو انت عضو في النقابه. انا عضو في نقابه المهندسين، فمعمل التحاليل اللي انا بتعامل معاه بيديني حوالي 50%، فبعد ما بدفع 1200 جنيه بدفع تقريبا 600 جنيه. في طبعا معامل تحاليل اكيد ارخص، وفي طبعا نقابات على حسب التعاقدات بتاعت النقابات. بس انا بقول لك ان هو تحليل مش غالي، اللي هو تحليل السكر التراكمي وتحليل صوره الدهون. فدي نصيحتي النهارده. يا ريت اي حد سنه فوق ال 35 سنه ويكون مينلي راجل او ميلز يروحوا يعملوه، عشان انت عمرك ما هتحس بالحاجات دي، عمرك ما هتاخد بالك. بتيجي للرفيعين وبتيجي للتخان، فملهاش علاقه خالص بالشكل من بره، وملهاش اي نوع من الاعراض. عمرك ما هتحس باي حاجه غير لما لا قدر الله تحصل مصيبه. فاعملها النهارده. وبرضو نصيحه للناس اللي ما عندهاش القدره انها تروح للدكتور كل شويه، انا رايي التحاليل لما تنزل ارميها على تشات جي بي تي على طول. اتاتش كده على تشات جي بي تي، تشات جي بي تي هيقوم مديلك التحليل كامل، وتقوم كاتب له تقول له اديني خطه شامله، اكل وشرب وتمرين وعادات ابعد عنها. هيديك كل حاجه بالتفصيل. قول له كمان اعمل لي زي تراكر او جدول امشي عليه، هيديك الجدول.